عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. اليوم باش نعملوا بعضنا من أشهر وأبن الحلويات التونسية والمعروفة خاصة في شهر رمضان المبارك. وذنين القاضي حاجة سهلة على الآخر، اقتصادية درجة أولى، ما تستهلك حتى شيء. باش نستحقوا 3 بيضات كما قاعدين تروا معايا. نحلوا 3 بيضات في صحفة كبيرة، عليهم 2 مغارف سكر كبار، 3 مغارف زيت زيتونة أو زيت نباتي أو 50 جرام زبدة، كل حد وكيفاش يحب. أنا حبيت معناها فضلت إني نحط زيت زيتونة، 10 جرام سكر فانيليا، ونص مغرفة صغيرة متاع قهوة بكربونات الصودا باش تخليها هشوشة أكثر، تتقرمش. فهمتني؟ فهمتوني؟ المفيد نحركه بالباهي بالمغرفة بالركاض اليدوي، ما تستحقش معناها مكسور ولا حاجة، جيست معناها باش المكونات تتخلط من بعضها بالباهي. 3 بيضات يستحقوا 250 جرام فرينة، وانتي عندك ميزانك معناها تنجم تكون 230 جرام، تنجم تكون 260 جرام. الفايدة انه العجينة ما تكونش طرية برشا وما تكونش يابسة. كما تروا معايا ديجا اني حطيت 250 جرام، مع صبيت منها معناها يكون اكثر من نص الكمية بشوية، وبدأت نحرك ونعجن بالباهي وكل مرة نزيد لنتحصل على العجينة اللي حاجتي بها. والاهم من هذا الكل انه وين نحطوا الفرينة نغربلوها باش ما تتكعبرش، باش اي حاجة. فهمتوا؟ احتياطا معناها نعجنوا بالباهي لنتحصلوا على القوام اللي حاجتنا بيه. كما قاعدين تروا معايا، وهذا هو القوام اللي حاجتنا بيه. كما قلت لكم ماهيش طريه برشا وماهيش معناها يابسه، والكل نحطوها في بابي سلوفان او اي ورق بلاستيكي، نخلوها ترتاح يمكن حكايه ساعه هكاكا، نطرحوها عن شيء. هذا كان شيء مش فرينه، نرشوا نشي على طبق او اي حاجه، ونبدو نطرحوا العجينه بتاعنا بعد ما قسمناها كويرات ونبدو نطرحوها. ولازمها تكون رقيقه معناها ما نحبوش حاجه معجنه. بعد ما نطرحوها بالباهي ونتاكدوا اللي هي معناها تحلت لنا القطعه متاعنا بالباهي، الكويره متاعنا والسموكه متاع العجينه رقيقه، باش نقصوها شرائط ولازم كل شريط معناها ما يكونش اقل من 2 سنتيمتر، حاجه كيف هكاكا، باش ما تكونش رقيقه برشا وما تكونش زيادة عريضه برشا. كما قاعدين تشوفوا معايا الطول مش معناها عادي، ما يقلقش اطول من هكاكا عادي. كما تروا معايا هذه الشرايط اللي حصلت عليها مهمش نفس الطول الحق يا ربي، اما بريسك معناها كلهم ما فاتوش 2 سنتي، ما اقلش من 2 سنتي معناها. ولا اله الله محمد رسول الله. نشدوا كيفاش باش تصير عمليه القلي، نشدوا اطرف الشريط بتاعنا نوحلوه في الفرشيطه ونبدو ندوروا في المقلاة معناها باش نتحصلوا على كيما شكل الوردة بالضبط. معناها هذيك هي بدنا القاضي انه هي تكون شكل كيما الوردة. علاش مثال ما شكلناهاش وبعد لك حطينا قليناها هكاكا معناها تعجن تشد بعضها، ما تبقاش كل طبقة وحدها. لازمنا ندوروها في الزيت، في وسط الزيت، باش معناها ما تلصقش، ما تكونش معجنة. كما قاعدين تروا معايا هذا هو طريقة قلي أذن القاضي. وقت اللي توصل لونها الذهبي نحوه، ما نخلوهاش معناها تطيب برشا وما نحوهاش نية معناها. هذه هي الكمية اللي تحصلت عليها. بعد لك نحطوها في الشحور، وكيما متفاهمين يا اما وذنين القاضي هي سخونه يا اما الشحور هو سخون. انا اللي سنيتهم لتسقطروا من الزيت والكليكا، لذلك الشحور متاعي سخون. نغطسهم في الشحور بالباهي ومن هني نتحصلوا على منظر شهي وبنين وقدرة ربي باش تعجبكم برشا. حاجة هشوشة وبنينة وخفيفة، وبالأخص في شهر رمضان أشهر منها وأبن منها ما فمش. ننصحكم بها وبقدرة ربي باش تجربوها.